هو مش كان في يا جماعه نهائي اسمه نهائي القرن كده اللي الاهلي كسب فيه الزمالك بالقضيه بتاعت قفشه؟ النهارده في يعني نهائي، مش نهائي، هو قبل نهائي، بس هي مباراه القرن برضو بالنسبه لي. مباراه القرن ان انت عندك فريقين من اكبر الفرق على مستوى القارات بتاعتهم، يعني فريق زي النادي الاهلي، وطبعا ريال مدريد مش على القارات بس على العالم كله، يعني من اكبر الفرق اللي موجوده في العالم، هتلاعبها في بطوله رسميه لكاس العالم للانديه بعد ما كنت الناس بتعايرك يعني وتقول لك انت كسبت ريال مدريد يا عم في مباراه وديه. يعني احنا كانوا بيتريقوا علينا زمان يقول لك انت كسبت في مباراه وديه. ايوه يا سيدي، انا قاعد لابس الجاكيت في البيت لاني بردان، معلش حقك عليا في الحته دي. بس بصراحه فعلا الفتره اللي فاتت الواحد حاسس بحاجتين مختلفتين، ان انت هتلاعب نادي كبير زي ريال مدريد وعندك امل كبير انك تكسبه، بس الورق بيقول حاجه غير كده خالص. سيبك من الاصابات وسيبك من الكلام ده كله، لا الواقع حاجه مختلفه. وفي نفس الوقت انك تشوف قناه ريال مدريد بتاخد ماتيريال من قناه النادي الاهلي والعكس صحيح، والعالم كله بيتكلم عليك واسبانيا كلها بتتكلم عليك، والصحف الاسبانيه اللي هي تعتبر مدريديه اكتر بتتكلم عليك وبتقول قد ايه ان انت فريق قوي وعندك حاجات زي كده. دي حاجه مشرفه جدا، وحاجه الواحد بيحس فيها بقد ايه ان الاهلي فعلا نعمه من كل الجوانب. يعني دي نعمه، اي حد شجع الاهلي فهو نعمه والله، ان انت بيشرفك ويبسطك ويخلي منظرك قدام العالم حلو. انا عايزك تكتب لي تحت في الكومنتات، مش عارف بس مش قادر اقول لك اتوقع الماتش، انا مش عايزك تتوقع نتيجه المباراه على قد ما انت سواء اهلاوي او زملكاوي، انا عايزك تكتب لي شعورك دلوقتي وانت عارف ان نادي زي النادي الاهلي اللي موجود عندك، سواء انت بتشجعه او ما بتشجعوش في بلدك، هيلاعب فريق ريال مدريد في مباراه قويه جدا، ولا وايه وانت مستني منه ان هو يعدي الدور ده، لان احنا رحنا الدور ده قبل كده كتير. فاكتب لي احساسك تحت ورايك وايه اللي في دماغك علشان نشيره كلنا مع بعضينا. طبعا ما تنساش تشترك على القناه وتدينا لايك على الفيديو ده وتعمل له شير. وانا احمد ياسر وده برنامج جول مشترك، وبنتكلم عن مباراه القرن ما بين الاهلي وريال مدريد في مباراه رسميه. عايزين نشوف الاهلي بيشرفنا زي ما هو متعود ان هو يشرفنا. بص يا حبيبي، لو انت فاكر ان انا جاي اقول لك ان الاهلي هيكسب بكره ريال مدريد، فانا مش هقدر اقول لك كده عشان ما بقاش بضحك عليك، حلو؟ ولكن في نفس الوقت انا عندي امل، انا كواحد من جمهور النادي الاهلي عندي امل، بس عندي امل اكتر ما فكره ان انت هتكسب بالفروق الفنيه ولا مش عارف ايه والكلام ده كله. لا، انا حاسس بالروح، احنا عندنا امل في الروح. خلينا بسرعه كده نجري سريعا ونقول ان ريال مدريد اصلا البطوله اللي هو اخدها بتاع دوري ابطال اوروبا السنه اللي فاتت اللي بيلعب بسببها كاس العالم للانديه، كانت بطوله اسطوريه بالنسبه للفريق ده. وفي نفس الوقت قدروا يعملوا حاجات ما حدش كان متخيل ان هو يعملها، كسبوا فرق كتيره جدا وعطلوا صلاح في النهائي، والماتش بتاع مانشستر سيتي ما حدش يقدر ينساه. فمن الاخر احنا بنتكلم على فريق جاي اساسا وما زال لحد دلوقتي قوته الاساسيه في القوه البدنيه واللياقه البدنيه، فريق لياقته البدنيه عاليه جدا، بيقدر يلعب ال 90 دقيقه واكتر من 90 دقيقه ويكمل للنهايه وينهك المنافسين بتوعه. وافتكر طبعا ماتش مانشستر سيتي واللي حصل فيه. فعشان نكون صراحه كده مع بعض، لو احنا عايزين نلعب كوره فاحنا مش ما بيبقاش كلامنا غير منطقي. يعني ليه؟ لان الفرقه دي بدنيا وسرعه ولياقه اكيد احسن مننا وافضل مننا، واكيد ان هم هيقدروا يلعبوا علينا، فما ينفعش ان احنا نخش لهم ند ند. ولازم يحصل زي ما حصل شويه في ماتش بايرن ميونخ ما بين النادي الاهلي. انا عارف ان كان في ناس متحفظه كتير جدا على اداء موسيماني والطريقه الدفاعيه اللي كنا بندافع بيها، تقريبا احنا ما رحناش على الجون، ولكن ده هيبقى جزء من الحل اللي هتشوف الماتش الجاي. بس احنا بنتوسم كجمهور النادي الاهلي ان احنا نشوف الحته دي بتتغير شويه في الجانب الهجومي، بدل ما رحناش على الجون خالص، لا عايزين نروح مرتين ثلاثه ويبقى شكلنا حلو واحنا رايحين، عشان بس الامور تمشي. يعني فاهم، سيبك من الاصابات، انسى الاصابات وانسى اللعيبه اللي مش هتلعب وكل الكلام ده كله، اللي موجود في ريال مدريد ايا كان بيسد، وزي ما قلت لك اللياقه بتشيل. الناحيه الثانيه لو انت عايز تبص على خطوره ريال مدريد، فخطوره ريال مدريد في حتتين اساسيتين مفيش غيرهم. الحته الاساسيه الاولانيه ان ريال مدريد اللي الناس كلها عارفاه ان هو بيبدا وبيهجم هجومه كله من على الاطراف، ونص الملعب دايما في بعض الاحيان فاضي. طبعا الاعتماد على رودريجو فينيسيوس جونيور، والاعتماد برضو على كريم بنزيما لما بيكون موجود بيبقى اعتماد اساسي ومهم جدا بالنسبه لفريق ريال مدريد. فطبعا ان انت من البدايه كده هتقول علي معلول ومحمد هاني الاثنين باكين بتوعك، فينيسيوس جونيور ورودريجو او انيس او اسينسيو اللي هيلعب على الجنب ده ايا كان مين هو، او حتى فالفيردي، من الاخر مان تو مان. مان تو مان، مش هنهرج، ده مان تو مان، علشان ده من الاخر كده انت يا حبيبي تسيب كل اللي في ايدك ومان تو مان، هتطلع بقى وتهجم وتعمل لي فيها العنتر وسبع البرومبا، هنتشلوح ورا. فمبدئيا كده اول مشكله لازم تعملها او اول ازعاج لازم تحله هو الازعاج بتاع الاثنين دولت على الاطراف، وده اللي لازم الاهلي يعمله بشكل كبير قوي. طيب القوه الثانيه اللي موجوده هي موجوده عندهم طبعا في الطلوع بالكوره. اولا هم عندهم طرق كتيره جدا يطلعوا بالكوره، بس الطريقه الاساسيه ان هم بيطلعوا من عن طريق الباكات اللي بيطيروا بشكل كبير جدا مع الاثنين المهاجمين اللي قدام، وفي نفس الوقت بيقدروا لو هم مزنوقين في نص الملعب يطلعوا عن طريق كره طويله في هجمه مرتده تعمل ازعاج ابن لذينه. فمن الاخر كده الناس ديت عندها الحلين، الحل البسيط اللي على الارض هنقعد نلعب تيكي تاكا
وزي ما بيقولوا عليها روندو كده اللي كان عاملها زيدان في ريال مدريد. ولو الدنيا مزنوقه عندنا يا جماعه فاللونج بول سهله وحلوه وهنلاقي اماكننا بس نرجع لورا شويه نسحب الفريق اللي قدامنا ونلعب في خط ظهر. بس انا بالنسبه لي القوه الاكتر هي فكره ان انت لما تتزنق بيلعبوا تيكي تاكا عالي، او بمعنى اصح بيبقى الروندو موجود جوه الفريق، الكره بتتبسط بساط قصيره وسريعه. فمن الاخر لو انت جريت ورا الكوره ريال مدريد هتشيلك اللي ما بتشيلوش. فانت ما ينفعش تجري ورا الكوره. اول حاجه هتثبت الباكين بتوعك، الثلاثه بتوع نص الملعب اللي هيلعبوا اللي هم بنسبه 99% هيكونوا ان شاء الله عمرو سوليه بجنبه اليو ديانج ومعاه حمدي فتحي. الثلاثه دول لازم يثبتوا في نص الملعب وتحركاتهم تكون بحساب، ما تجريش ورا الكوره وخلاص علشان تستنفذ لياقتك البدنيه. قدام ريال مدريد التمركز اهم شيء، لو انت متمركز بشكل كويس جدا هتاثر عليهم هجمات كتيره قوي وهتوقفها، وممكن تقدر تستخدم الهجمات المرتده بتاعتك في خط دفاعهم بالذات عن طريق الاطراف اللي بيبقوا موجودين، الباك اليمين والباك الشمال. طبعا مندي مش موجود، كان بيلعب شويه كامافينجا، فبرضه ممكن نشوف كامافينجا، ممكن تشوف ناتشو، ممكن تشوف حاجات كتير قوي مختلفه. اي حد فيهم من الاخر يا اخوانا الحتتين دولت هم المركز بتاعنا. طيب بنسبه 99% ايه اللي هيحصل؟ ان ريال مدريد هتتقدم عليك وهتضغط عليك بشكل كبير جدا، فمن الاخر كده هتبقى فرقتك كلها طالعه لقدام. في نقطة مهمة جدا عند ريال مدريد وهي ان زي ما قلت لك الاطراف بيبقى فيهم مساحات، الا ان كمان الاثنين المدافعين بتوعهم بسبب اصابة دلوقتي طبعا ميليتاو، فدلوقتي اللي موجود هيبقى روديجر وممكن يبقى كمان ألابا، ممكن يبقى شوية ناتشو، ما تعرفش مين اللي هيبقوا الاثنين، بس هم كلهم ما بيشوفوش في الحتة بتاعت الارتداد السريع. يعني بمعنى اصح اخطائهم كتيرة، لو انت قدرت تستغلها في هجمات مرتدة سريعة هتقدر تسجل عن طريقها اهداف. فبالتالي الثلاثه اللي قدام من وجهه نظري هيكونوا على اليمين حسين الشحات وعلى الشمال محمد طاهر، في تركيبه ممكن تحصل لاول مره مع كولر ان هم الاثنين دول يكونوا موجودين في الملعب من وجهه نظري. يعني في الفتره الاخيره بالذات كولر دايما كان بيعتمد على اثنين بيهاجموا وواحد بيدافع، لا دلوقتي الاثنين دول ممكن يكونوا بيدافعوا علشان يقدروا يقفلوا المساحات ورا مع مع الاثنين الباكات اللي هيتقدموا، وفي نفس الوقت ارتدادهم سريع ولياقتهم البدنيه موجوده فممكن نستغلها. وفي نفس الوقت هيبقى شويه ما بين محمد شريف وما بين تاو اللي بينزل ما بين الخطوط اللي هتبقى موجوده في ريال مدريد لو هاجمنا، ولا محمد شريف اللي انا استنى ان هو يستلم كره سريعه جايه من خط الظهر طويله يقدر يعمل بيها حاجه. وجهه نظر انا محمد شريف، ولكن على ما اعتقد ان الراجل هيلاعب بيرسي تاو. ده من الاخر المشهد اللي انت ممكن تشوفه في الملعب، ان هتلاقي جزء كبير من الماتش الفريق الاهلي بيدافع، بس لو الاهلي جري ورا الكوره هيخش فيه جوان، ولو الاهلي فضل ثابت في مكانه ولعبته ثابته في اماكنها ومان تو مان الدنيا هتمشي بشكل افضل. المرتدات ممكن تفيدك، وفي نفس الوقت الكور الثابته عامل مهم جدا بالنسبه لريال مدريد. الكور الثابته بتاعته او بمعنى اصح الكورنرات بتاعته خطيره. امسك روديجر اهم واحد فيهم، المدافع اللي موجود هو اللي بيتلعب عليه، فامسك روديجر، لازم يبقى فيه اتنين ماسكين روديجر علشان ما يعملش هو المشكله في الحته دي. وفي نفس الوقت الناحيه الثانيه برضو تركيزهم في الضربات الكورنرات بيقل في بعض الاحيان او ما بيركزوش قوي، فممكن احنا نستغلها من ناحيتنا. ده فنيا كده في المباراه، ما تجريش ورا الكوره، التمركز الجيد لخط الوسط بتاع النادي الاهلي والباكين اليمين والشمال هاني ومعلول هم مفتاح الفوز بالنسبه للنادي الاهلي. وافتكر الكلام ده وعلم عليه، لان لو الاهلي قدر يستغل الموضوع بشكل كويس مش بعيد ان شاء الله باذن الله نكسب. بس في النهايه محدش يقدر ينكر ان دي هتبقى مباراه تاريخيه بالنسبه لنا ومباراه مهمه جدا. اهم شيء فيها ان اللعيبه تكون فورمه وجاهزه كامل من مجاميعه، وتكون عايزه تستمتع وتمتع الجمهور اللي موجود، ما تكونش خايفه. لعيبه الاهلي لو مش خايفه ان شاء الله باذن الله نبقى ند بند ونحاول نعمل حاجه ونصعد للدور اللي بعديه، للدور النهائي لاول مره في تاريخنا. ويا رب يمكن يا عالم تكون البطوله دي بتاعتنا. لو انت مقتنع ان البطوله دي ان شاء الله ممكن تكون بتاعتنا اكتب لنا تحت في الكومنتات، اشترك على القناه، ادينا اللايك الحلو على الفيديو ده واعمل له شير، وما تنساش بكره اكيد ان شاء الله هيبقى في لايف باذن الله، ويبقى لايف سعيد علينا. السلام عليكم.